السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه السمك بالبطاطس. طعمها كان رهيب جدا، كانت حلوه قوي. وهنعمل رز وهنعمل سمك مقلي عشان اللي ما بياكلش صينيه البطاطس ياكل معانا السمك المقلي. طعمهم كان خطير جدا وعملتهم على طول، يعني ما اخدوش معايا اي وقت. لو عايزه تعملي اكله سريعه اعملي الاكله دي، حلوه جدا. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. جبت راس توم كده وبصلايه وقرن فلفل رومي، همسكهم اخلطهم كلهم في الكبه، افرمهم فرم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. دي تتبيله السمك اللي انا هستخدمها في كل حاجه هعملها النهارده. حطيت ربع كوبايه من الليمون على الخلطه بتاعتي، طبعا اشيل البذر من فوق ده. حطيت كمون، ملح، ظبطت كده الخلطه بتاعتي كويس قوي. الخلطه دي استعمل منها في الرز، وهستعمل منها في السلطه، وهستعمل منها في صينيه السمك، وهستعمل منها برضو في السمك المقلي. عشان كده زوديها شويه، ما تعمليش على قد السمك بس. هاخد السمك بتاعي كده وهاخد تتبيله وهحشيها، هحشي السمك يعني بالتتبيله بالظبط كده. هسيبها في التتبيله دي، او هسيب السمك يعني في التتبيله دي ساعه كده، ياخد من التتبيله ويتطعم منها كويس جدا. هروح بقى اعمل صينيه السمك بتاعتي. قطعت خضار، قطعت بصل، بطاطسايه، قرن فلفل رومي، طعمته كده بالملح والكمون. وهجيب السمك بعد ما احط معلقتين كبار كده من الخلطه اللي انا كنت عاملاها مع الخضار ده، بتديله طعم حلو جدا. هجيب السمك كده واظبطه كويس قوي. الصينيه دي بتبقى طعمها خطير جدا يا جماعه، البطاطس مع الخضار بيبقى حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. طبعا انا عامله سمك على قد عدد افراد اسرتي، انت ممكن تزودي عن كده او تقللي براحتك. هحط الصينيه بقى في الفرن على نار كده متوسطه، بعد ما اغطيها بالفويل طبعا. بعد كده احطها تحت الشوايه. هروح بقى اعمل السمك المقلي. جبت الدقيق معايا وحطيت معلقتين كبار من النشا، لاني مش هعمل سمك كتير فدقيق مش كتير، وحطيت ملح وحطيت كمون. بهرت كده الدقيق بتاعي واخدت السمك حطيته في الدقيق وحطيته على النار في الزيت، برضو على النار متوسطه عشان يستوي معايا ويبقى زي الفل. وطبعا الزيت لازم يكون مقدوح كويس جدا عشان السمك ما يلزقش معاكي. هروح بقى اعمل الرز. قطعت بصلايه في معلقتين من الزيت كده. البصلايه لازم تغمق كويس قوي عشان الرز يطلع لونه حلو معاكي. حطيت الميه بتاعتي، لكل كوبايه رز كوبايه ميه طبعا. ونزلت بالرز بتاعي، وهحط معلقه من الخلطه اللي انا عملتها للسمك، بتدي طعم خطير جدا للرز. هسيبه طبعا على نار عاليه بعد ما اظبط الملح بتاعه طبعا، واحط شويه من خلطه الرز بتتجمع عند العطار. هحطه على نار عاليه، وفي المرحله دي وهديت عليه النار بعد ما شرب ميته لحد ما يستوي معايا. قطعت خضار هنا، طماطم وخيار وجزر، وهحط برضو معلقة من الخلطة بتاعتي على السلطة، بتديها طعم حلو جدا. وظبطت الملح بتاعي وعصرت شوية من الليمون لان احنا بنحب الليمون بتاعها كتير. وهحط شوية من المية، مية السلطة بتبقى حلوة قوي قوي. تعالوا نشوف الرز كده. الرز مفلفل وجميل جدا زي ما انتم شايفين، لونه حلو قوي. يلا بقى نغرف الاكل بتاعنا نجهزه. زي ما انتم شايفين كده السفرة بتاعتي حلوة جدا. ادي السمك المقلي وادي الصينية بالبطاطس.
طعم البطاطس كان خطير جدا. وادي الرز معايا لونه حلو قوي، والسلطة كله تمام وزي الفل، والاكلة كانت حلوة جدا. يلا جربيها، وسريعة قوي على فكرة، وهتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو ضغطولي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم مني كل اشعاراتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.